بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم بريب 2. هنحل النهاردة الأداء الصفي الأسبوع العاشر. أول سؤال بيقول لي cross the odd word from the following: stigma, stamen, style, ovary. مين الكلمة اللي مش ماشية مع باقي الكلمات؟ أكيد طبعا هنختار الستيمن، علشان الستيجما والستايل والأوفري التلاتة دول أو الاستراكشرز ديت كانت موجودة في الكاربل اللي تبع الفيميل ريبرودكتيف أورجن اللي هو الجينيسيوم، أما الستيمن كانت تبع الميل ريبرودكتيف أورجن اللي هو الأندوريسيوم. السؤال رقم 2: جرافتنج، دي طبعا تبع الارتفيشال فيجيتيف ريبرودكشن. الفيرتلايزيشن وده كان الفيوجن بتوين الميل نيوكليوس اوف ذا بولين جرينز اند فيميل نيوكليوس اوف ذا اوفم. وعندي الكاتنج وعندي التيوبر. تمام، مين اللي مش هتمشي معانا؟ اكيد طبعا هتبقى الفيرتلايزيشن، لان الجرافتنج والكاتنج والتيوبر ديت انواع من الفيجيتيف ريبرودكشن. السؤال اللي بعد كده بيسألني what happens after fertilization for the ovary and the zygote. يا ترى بعد الفيرتلايزيشن الاوفري هيتحول يبقى ايه، والزيجوت هيتحول لايه؟ الاوفري after fertilization طبعا هيكون الفروت، while the zygote will be the new plant. السؤال اللي بعد كده write the scientific term: a short stem whose leaves are modified to form reproductive organs. ده تعريف الفلاور. السؤال اللي بعد كده the cell produced from the fusion between the pollen grain cell and the nucleus of the ovum. ده طبعا هيكون الزيجوت. آخر سؤال عندنا the flower that carry male organ and female organ. هتكون الإجابة البايسexual flower، أو ممكن أكتب the hermaphrodite flower. الاتنين ممكن يكونوا طبعا وأكيد يكونوا صح، فأنا هكتب الاتنين بايسexual وهكتب كمان hermaphrodite. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.